السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمسمة لتعليم الكروشيه. احنا النهاردة هنعمل مع بعض ايس كاب لحديثي الولادة او المقاس اللي انت عايزاه. طبعا احنا هنبقى عارفين القطر بتاعنا لكل مقاس. تمام، انا كنت نزلت لكم قبل كده فيديو بمقاسات او بالجداول بمقاسات كل حاجة، اذا كان ملابس او لاكلوك او طواقي. تمام، فهتلاقوا فيديو فيه الجداول كلها، وخدوها شوت سكرين. او اللي عايز الجدول ممكن يراسلني على الواتس، هتلاقوا رقمي في صندوق الوصف. تمام، هنشتغل بخيط ناجو في زون وإبرة رقم 5. أنا هعمل الخيط ميكوز علشان الغرزة تبقى بقى واضحة وباينة. تمام، لأن لازم الخيط يبقى سميك، وأنا عندي الخيط يعتبر وسط بس هعمله فتلتين. تمام، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. نقول بسم الله. سوري. هنشتغل 4 سلسلة، ادي كده 1 2 3 4. تمام، اول سلسلة هنشتغل فيها 9 عمود، وال3 سلسلة اللي بعديهم دول يعتبروا اول عمود. يبقى نيجي في اول سلسلة كده نشتغل عمود، ادي كده 2 عمود، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. ال9 عمود اللي احنا عملناهم مع اول 3 سلسلة يبقى كده 10 عمود في الدايرة. تمام، انت ممكن تعملي الدايرة السحرية وتشتغلي فيها 10 عمود، بس انا بفضل الطريقة ديت، وكل واحد وطريقته. تمام، هنرتفع 3 سلسلة كأول عمود في نفس العمود الأولاني، أو في نفس الغرزة هنشتغل برضو عمود تاني. يبقى احنا كده عملنا 2 عمود في أول عمود. هنيجي في العمود التاني، بدل ما هنشتغل عادي كده، لا احنا هنشتغل نص، سوري، هنشتغل حشو في الغرزة الخلفية. تاني هنكرر تاني، العمود اللي وراه هنشتغل 2 عمود. انا واخدة طبعا الخيط معايا عشان اداريه في الشغل. العمود اللي بعديه هنشتغل غرزة نص، سوري، حشو. العمود اللي وراه هنشتغل 2 عمود، ادي واحد في نفس المكان هنشتغل عمود. تمام، هنيجي في العمود اللي بعديه هنشتغل غرزة حشو خلفية. العمود اللي وراه هنشتغل 2 عمود.
في الغرزة اللي وراها او العمود اللي بعديها هنشتغل حشو خلفي. العمود اللي بعد كده هنشتغل فيه 2 عمود. هنيجي نشتغل في الغرزة اللي بعد كده واخر غرزة حشو. تمام. يبقى السطر بتاعنا عبارة عن ايه؟ ابتدينا ب2 عمود في اول غرزة، غرزة حشو خلفي. تمام. في الغرزة التانية، الغرزة التالتة عملنا فيها 2 عمود، الغرزة الرابعة عملنا فيها حشو خلفي. يبقى مرة بنعمل 2 عمود في عمود، ومرة بنعمل حشو خلفي في عمود. تمام. هنقفل السطر بتاعنا في اول عمود اللي هو اللي احنا مبتدئينه 3 سلسلة. تمام. هنشتغل السطر التالت، هنرتفع 3 سلسلة، وهنيجي نشتغل في اول عمود او في نفس الغرزة عمود. يبقى احنا اشتغلنا 2 عمود في اول عمود يقابلنا. هنيجي في العمود اللي وراه نشتغل حشو خلفي. العمود اللي وراه هنشتغل 2 عمود. الحشو الخلفي هنشتغل فيه حشو خلفي. هنيجي في اول عمود من 3 نشتغل في اول عمود 2 عمود. العمود اللي وراه هنشتغل حشو خلفي. هنيجي في العمود نشتغل 2 عمود. هنيجي في الحشو الخلفي نشتغل حشو خلفي. يبقى انا كده بكرر. تمام. في اول عمود قابلني اهوت هعمل 2 عمود. العمود اللي وراه هنشتغل حشو خلفي. العمود اللي بعديه هنشتغل 2 عمود. هنيجي في غرزة الحشو الخلفي نشتغل حشو خلفي. تمام كده. هكمل السطر وارجع لكم تاني. رجعت لكم بعد ما خلصت السطر وكانت اخر غرزة ليا الحشو الخلفي. هنيجي نقفل بمنزلقة في اول عمود او في تالت عمود من فوق. طب انا هعملها لسن مواليد اللي هو لسه بيبي مولود، فالمفروض القطر بتاعنا يبقى 9.5 10. تمام. هنيجي نقيس كده التتنة 10 سنتي اهو. يبقى انا وصلت القطر الدايرة اللي انا عايزاها. طبعا بتعملي قطر الطاقية او الايس كاب حسب السن اللي انت هتعمليه. تمام. نرجع بقى نشتغل تاني. هنرتفع ب3 سلسلة في اول عمود. هنيجي في العمود اللي وراه نشتغل حشو خلفي. هنيجي في الحشو الخلفي نشتغل عمود. بعد كده هنشتغل غرزة حشو خلفي. يبقى اذا احنا بعد ما بنخلص القطر او المقاس اللي احنا عايزينه للطاقية، هنيجي السطر اللي احنا ما بنزودش فيه هنعمل غرزة عمود عادي، واللي بعديه غرزة حشو خلفي، عمود حشو خلفي، عمود حشو خلفي. تمام. بنفضل نشتغل بالطريقة دي لحد ما نوصل لطول الطاقية اللي احنا عايزينها حسب المقاس طبعا. انا كده بشتغل عمود حشو خلفي، عمود حشو خلفي، عمود حشو خلفي، عمود حشو خلفي،
عمود، حشو خلفي. انا هشتغل الطاقية بتاعتي بحيث ان انا اجي لاخر الطاقية او قبل الطاقية، قبل ما تخلص الطاقية بشوية كده او الايس كاب، هنعمل غرزة حشو بحيث ان احنا نعمل تبقى ايه على الراس زي الاستك. تمام. فعشان ما اطولش عليكم احنا كده عرفنا هنشتغل السطور اللي بعد كده عمود، حشو خلفي، عمود، حشو خلفي لحد اخر السطر، لحد ما تخلصي المقاس اللي انت عايزاه. تمام. هخلص المقاس اللي انا عايزاه وارجع لكم تاني. رجعت لكم بعد ما خلصت الارتفاع بتاع الطاقية. بصوا جمالها. هنبتدي بقى نشتغل 3 أو 4 سطور حشو. هنشتغل في كل غرزة تقابلنا غرزة حشو. يبقى احنا كده في كل غرزة تقابلنا هنشتغل حشو، لا اما 3 أو 4 سطور، وارجع لكم تاني. رجعت لكم بعد ما عملت سطور الحشو، وده بقى الشكل النهائي للطاقية. تمام. احنا ممكن نعمل زي ما هي في الصورة، نعمل وحدتين صغيرين مدورين، ونعمل لها واتنين ونخيطهم، واحدة نخيطها هنا وواحدة نخيطها هنا. طبعا دي سهلة. تمام. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الشرح مبسط بالنسبة لكم وتكون الغرزة سهلة. كانت معاكم سمسمة لتعليم الكروشيه. انتظروني في فيديو جديد.